السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الثاني أو الجزء الثاني إن شاء الله بخصوص الموضوع ديال العطلة الصيفية والحفظ، غادي نكمل لكم بعجالة الموضوع هكا باش ما نديرش مقبلات. بالنسبة للنصيحة الثالثة ولا الثانية، ما عقلتش على الترتيب اللي كنت غادية به، هو أننا كيفاش هذا غنبداو، كيفاش غادي نبداو. البداية راها سهلة ماهله، غير خاصكم تكون عندكم العزيمه والاصرار والاراده انكم تكملوا المسيره ديالكم. كما قلت لكم الدروس راهم كاينين، وانا دايره مجهود كبير باش انني ننظمهم لكم. يعني راني نظمت لكم الدروس في واحد البلاي ليست غادي تدخلوا له. لما بالكمش البلاي ليست ديال الدرس الاول بجميع الخلاصات ديالو، غادي نحطوا لكم في اللينك. غير كتبوا لي انا ما باليش، غنحطوا لكم في اللينك في التعاليق. اوكي، هذاك الفيديو اش غادي ديري له؟ غتشديه وغتانستالي واحد لابليكاسيون سميتها ويب بايند. هذيك الابليكاسيون هي اللي غادي تدربي عليها، هي اللي غادي تبقاي تيسيرتي فيها، غتمرني عليها. كيفاش؟ تعاوديش الهضره باش ما يملش بنادم. لا دابا عطيتهم تريبارولي. حنا دابا في هذا العصر هذا دغيا خصنا شي معلومه دغيا تدخلها. لا تبارك الله، انا قريت المزيد والمزيد، كلهم خاصهم ما كيوصلهمش المعلومه دغيا. اللي ثقيل وكاين النوع اللي خصو دغيا. انا في الفيديوهات ديالي كنخاطب الناس الثقلاء، حيت اللي هذوك اللي عندهم اللي خصهم المساعده. نعم، كاين اللي خفيف وكاين اللي كياخذ المعلومه دغيا. اللي كياخذ المعلومه دغيا ما خصكش تقوي عليه بزاف، تعطيه النقاط. وكاين اللي خصو بحال دابا تعاودي وتعادي عاد كيفهم، لان حنا ما غادي نعموش. كاين اللي كيقول ويلي هادشي راه طويل علينا بزاف، كاين الهضره بزاف، ولكن كاين اللي ما كيستوعبش دغيا وكاين اللي كيستوعب دغيا، لان خصك تقسمي لهم. يعني ما تكوني كتزربي ما كتكوني كتقلي، يعني خير الامور اوسطها. واحد النقطه اللي بغيت نشير ليها، لان الشخصيه ديال الراجل ولا ديال المراه ما كتكمل دابا الشخصيه ديالها الا بالبيرمي. دابا اللي ما عندوش البيرمي كيما بغى يكون ذكر او انثى كيما بغى يكون، لان الا ما كانش عندك البيرمي ما محسوبش. دابا هذا عالم السرعه وعالم التطور. يعني دابا الا بغيتي تاخذ واحد العبره من الطاكسيات ما بقاوش كيبغيو يهزوا الطوبيسات، ولاو فيهم الزحام. يعني الترونسبور ولا كله مسارجي، يعني وما كيقبلك حتى واحد. الا كان عندك الوليدات ما كيبغي يهزك بعدا حتى شي واحد. يعني الا ما كانش عندك البيرمي راك غتكون ضايع. الا كنتي ولد ولا بنت كيما بغيتي تكون، الا ما كانش عندك البيرمي راك ضايع في الحياه ديالك. وهذا هو البيرمي، راه نقطه دابا من النقاط ولا كيستعمل حتى في الوظيفه. كاين بعض الوظائف ايرجونس كيطلبوا لك البيرمي هو الاول يكون عندك، والا ما كانش عندك البيرمي كتلغى لك الوظيفه. باش بنادم يديرها بين عينيه هذه القضيه هذه، كان المبتدئ او كان شارف او صغير او هذا البيرمي ولا الحياه ضروريه ومؤكده تكون عندك رخصه السياقه عاجلا ام اجلا، لان فمك ما تحلت لك الفرصه دوز هذه الرخصه هذه وديرها في جيبك وقضي الغرض. لان ما تبقاش انت تساين الطاكسي او تساين ولدك او بنتك او اختك او خوك تيجي عادي يهزك، او تيجي اللي غيجيب لي الولد من المدرسه، ولا تيجي اللي غيدي لي الولد من المدرسه وانا مشغوله وانا كذا وانا مشغول وانا خاصني. والراجل خصو يساعد المراه ديالو، الراجل خاصو يساعد المراه ديالو في البيرمي. علاش؟ لانه هو غتخفف عليه. الا كانت المراه عندها البيرمي غتهز الطوموبيل وتمشي تقضي الحوايج قبل ما يجي الراجل من الخدمه وعاد تقول له سير خرج قضي هاد الشغالات. الرجال خاصهم هما اللي يساعدوا العيالات ديالهم على البيرمي، لان هاد الامور احنا واقعين فيها بزاف المرات. هي المراه كتزير عليا بعد الساعه نخرجها وانا عندي البيرمي غير بوحديتي، وكان عندها هي البيرمي ديالها وكان خرجت راسها وتخليني انا نصبح ناس. كنا حتى الرجال يساعدوا النساء ديالهم يديروا هذه الرخصه هذه. علاش؟ لانه هو راه ما كيتيقش، كيقول للمراه الا دارت البيرمي غتزيغ وما نبقاش نحسر عليها. ولكن راه في نفس الوقت المراه راه كتبقى مرضى الا كانت بالبيرمي ولا بلا بيرمي. الا كانت غتزيغ راه غتزيغ، ولكن البيرمي راه ضروري. الرخصه ديال السياقه خصها تكون عند الجميع دابا. علاش؟ لان راه حنا في عالم السرعه والترونسبور ما بقاش.
يعني الترونسبور ولا قليل اللي كيبغي يقبلك يهزك انت وولد، ولا اكثر يعني انتم تلاحظوها هي في الطاكسيات ما كيبغيوش يهزوا بزاف، كيهز واحد كنتي بوحدك كيهزك، كنتي معك ولدك ولا بنتك ما يبغيش يهزك، كنتوا ثلاثه ما كيبغيش يهزكم. يعني هذه نصيحه، ساعدوا ووقفوا وفرضوا السيطره ديالكم على هذه الرخصه هذه. لما فرضتوا السيطره عليها باش تاخذوها راه ما تاخذوهاش، لان هي كلها عرقاله، لان ملي غتبدا كلها عرقاله. وإلا ما صبرتيش وعزمتي وصبرتي وعزمتي وكافحتي، لان غتمسح داك العراقيل وغتاخذ هذيك الرخصه. ولكن شاده راه بواحد ماشي غير كبدوز وخذات هذه الرخصه، لان احنا شجعناها النهار الاول وعطينا المعنويات، رفعنا لها من المعنويات، وقالت لك انا ودي عندي ديال المغرب بركه عليا. قلت لها لا، ضروري تاخذيتها ديال ايطاليا، ما يمكنش تاخذي غير المغرب. اللي مشي للبلاد اللي مشيتي لها خذي الرخصه ديالها. يعني ما كاينش انا عندي بركه، لا ما كاينش بركه عليا. ديما تكون عندك شي حاجه قلب تزيد. ما يمكنش انا هذه بركه عليا، ما يمكنش بركه انا النعاس عندي وحده بركه. لا، قلت لها خذي ديال ايطاليا، مهما انت في ايطاليا وما كاين ما يدار خذي حتى ايطاليا. وخدات ديال ايطاليا، وقلت لها الا تحولتي شي بلاد اخرى خذي الرخصه ديالها. يعني مزيان يعني هاد. المهم البنات اللي كيسولوني اين استمد طاقتي، استمدها من ابي الله يحفظه ليا والله يخليه ليا يا ربي. ديما كيقولوا لي ما كتجيبي هاد النصائح الزوينين من ديما كندير واحد الجلسه ساعه كنستمد منه الطاقه، كنستمد منه النصائح وكنعطيها لكم حتى نتوما. بنادم يشجع اولاده ويشجع خوته ويشجع اي واحد يشجعه. ما يمكنش، ما كايناش ما يمكنش. اللي وقف على شي باب راه يحلو باي طريقه، راه يتحل. اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا حتى كيتحل الباب وكتدخل عليه. اما الا بقيتي تقول مجرد ما يتكلم معك شي واحد ويقول ما يمكنش، راه ما يبقى ما يمكنش، لان الدماغ عندنا كيتسرجب ما يمكنش، كيبقى كيقول الاعضاء راه ما يمكنش بصح. وإلا قلتي للدماغ، لان اللي كيبرمج لنا الافكار وكاين النجاح وكيبرمج كل شيء هو الدماغ. عندنا الفوق الدماغ كيبرمج لنا الحياه ديالنا كلها. الا قلتي له يا ودي انا فاشل، كيقيدك فاشل وكيديكلاري الاعضاء الجسم، كيقول لهم اودي هاد الشخصيه هاد النفس هادي راه فاشله، غير ما تخدموش، راه غدا ما غتنوضش، راه غير نعسوا مع راسكم ونعسي. الاعضاء كلهم كينعسوا، اللي كيفكروا كينعسوا واللي كيوقفوا فاشلين. كلشي كيقول هذا فاشل خلينا نعسي الله يرحم الوالدين. هادو الاعضاء لداخل كل عضو كيتكلم، كل عضو كيتكلم. ولمن كيسمع الدماغ اش كيقول. انت ملي كتبرمج الدماغ انت اللي كتبرمج، النفس هي اللي كتبرمج. كتقول غدا غنتشهى كذا ناكلها، غدا خصنا نطيبوا الحوت، كيقولوا غدا الحوت، فيقوا غدا راه كاين الحوت، نوضوه يساعدنا يجيب لنا الحوت. كيفيقوك باش تمشي تشري الحوت. والا قلتي لهم غدا غندوز البيرمي، وراه غيدوز البيرمي، نوضوا عاونوه، قلبوا له الافكار. اللي كل عضو ديال الطاقه كيقلب على الطاقه، وديال الافكار العضو ديال الافكار كيمشي يجيب الافكار وهو كيتعاونوا. ولكن الا نويتي قلتي انا ما يمكنليش، راه غادي يقول لهم هاد الدماغ غيعلل الاعضاء ديالك يقول انا ما يمكنش. ونعطيكم الدليل الا كنتي غتصوم وما نويتيش غتصوم، راك ما غتكملش النهار. والا نويتي غتصوم راك غتكمل النهار وغيشيط. علاش؟ لان الدماغ في الليل ملي كتسحر اش كيقول الدماغ للاعضاء؟ كيقول لهم خذوا شنو خاصكم غدا، راه ما كايناش الماكله. غدا الاعضاء كينوضوا يتخاطفوا في الجسم اللي داك الماكله اللي كليتي، كل عضو اللي خاصه شي حاجه شي فيتامين ولا شي حاجه كياخذها. ديك الساعه كتصبح انت كانك ما خاصك حتى خير. علاش؟ لان الجسم قال له الدماغ اللي خاصه شي حاجه ياخذها، ما كايناش الماكله. ولكن الا مشيتي ما نويتيش غدا تصوم وصبحتي فاطر، يا غتقد تكمل النهار. يعني كي غادي يجيك واحد الوقيته تعطلوا عليك الفطور غير ساعه المكانه، غتنوض لابس من هذا الفطور وتعطلتوا علينا واش من هذا. هما جابوا لك الفطور شويه عاود تعطلتي شويه، فين هو الغداء؟ لان برمجتي غتاكل. الا تعطلوا لان ذاك الاعضاء كلهم ما كياخذوش، مفاشين. كيقولوا حتى الغداء وناخذ، خديت في الفطور بالله حتى ناخذ الغداء بياكل شي حاجه وناخذ. كيفشلوك معاك، كتجيك الدوخه. علاش؟ يعني الدماغ برماج. حتى في القرآن الكريم، نعم. حتى في القرآن الكريم مذكور لا في الحديث الشريف وعلى نياتكم ترزقون. يعني نويو حاجه زوينه غادي ترزقوا بها.
النية الا جينا النية. نشوفوا حتى مساله ديال الدين راه مذكوره هذه القضيه ديالكم ما نعم الدين وعلى نياتكم ترزقون. هذيك النية أفضل من الا الفعل. نويتي. افضل من الفعل. نعم الا نويتي تاخذ شي حاجه غتاخذها، الا نويتي تدوز شي حاجه غدوزها، الا نويتي تسافر راه الدماغ ملي كتقول له غدا غنسافر راه ما كاينعش. بصح والله الا والدماغ كيديكلاري الاعضاء كيقول لهم غدا عندنا غنسافروا في الطياره عاودني منكم وافيقوا راه هذه النفس هذه راه غتسافر في الطياره الا مشى عليها البي ولا وقعت لها شي حاجه تحملوا مسؤوليتكم. البنات تكون كتوقع لكم ايضا الليله ديال الصفر. الدماغ كيقول الاعضاء اش كيديروا؟ العضو ديال النعاس كيقول لهم ما غنعسوش هذا النهار، هذا ما كاينش النعاس كنخافوا يمشي علينا البي. وانت الا نعستي غير صريخه هي كتغبل وكيوصي عندك واحد يفيق واحد الجسم هذا الاعضاء كيقولوا ما عندك شي عضو يمشي يغدر راه غيمشي البي كلشي يفيق. وإلا ما نويتي ما غتسافرش راك غتصبح جاخر بالنعاس ما غتفيقش كاع. بصح ان النية لكل امرئ ما نوى، انما الاعمال بالنيات. الاعمال كلها باش بالنيات كما بغى العمل يكون بالنية، ولكل امرئ ما نوى. هذه يا بابا بخاطر الناس اش تقول لهم اللي ديما كيجيو عندي وكيقولوا انا عارفه راسي ما غنجحش ولا عارفه راسي ما منيش وانا عارفه. هاد الناس هادو اللي كيقول لك ما يمكنش وما غنجحش وهذاك هما كيديكلاريو العقل يقول للاعضاء ديالهم ما ديروش مجهود. هادو كيتسبوا راسهم في الكسل العضوي، يعني اي عضو في الجسم ديالو كيعلنوا الدماغ كيقول له هاد النفس هادي راه كسوله راه ما عمرها غدير شي حاجه. وشحال من كسول كينجح لان كيولي برمج، شحال من كسول كيولي ينجح، شحال من واحد كيكون كسول وكيولي يبدل لان كيولي برمج. البرمجه وهي الدماغ باش ما برمجتي الاعضاء كيبرمج الاعضاء، يعني كل عضو كيقول له ودي انا راني عيان او شجاع كيخدم معاه. ولكن لهذا خاص بنادم يكون دائما يتفائل بالخير. تفاءلوا دائما بالخير. تفاءلوا خيرا تجدوه. شوفوا البنات تفاءلوا دائما بالخير لان التفاؤل راه هو رقم واحد. التفاؤل واحد القصه شحال هذه واحد قال لهم انا ولدي غيكون وزير، وواحد قال لهم ولدي غيكون مساعد ديال الملك، وواحد قال له واحد غيكون ولدي انا الا كان ولادكم هكا غيكون ولدي انا كيقود لهم العود. وداك الشيء اللي طبق جا واحد النهار ودازوا من هذيك المرحله كاملين، هذاك ولا وزير وهذاك ولا مساعد الملك وهذاك ولا كيقود لهم العودان. يعني هذاك كان غير استهزاء قالها لهم غير استهزاء، قال لهم الا كانوا ولادكم غيكونوا كذا وكذا انا ولدي غيكون كيقود لهم غير العودان. يلا بقوا وسبحان الله تفائل دائما بالخير. تفاءلوا دائما خيرا تجدوه. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلامة. ان شاء الله غندير فيديو تالك ليا، الجزء الثالث ليا انا حيت بابا خدا القسط من الكلام.